أنا قلت مثلا، يمكن هذه كانت تكون سبب في المنع، منع من البرنامج. قلت أن من قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين 40 مرة في سجوده وهو لم ينجب، يرجى أن يمن الله عليه بالذرية. وقد حدث هذا لي أنا شخصيا، يعني أنا مكثت 4 سنين لم أرزق بابن، وأنا أقرأ في القرآن وأجمع بين العدد 40، إن الله ربطه بالخلق، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ذكرها الله في الخلق. ما ذكر البعث والنشور قال ثم يمطر الناس 40. فقلتها في السجود، فمن الله علي أن الأهل حملوا بها في هاشم، متع الله به وبإخوته وإخوانه أخواتي. المقصود نصحت بها أحد الناس فمن الله عليه بالذرية، نصحت بها آخر من الله عليه بالذرية، قلتها في أحد البرامج التلفزية، شاعت، رمينا بالبدعة. أنا أقول لك الآن، إلى الآن أنا وصلتني 21 حالة قالوها ورزقوا. قابلت